جلالة الملك بحكم السلطات التي تملكها دستوريا من عليهم بعفوه، هذاك شغله. جلالة الملك يعفو عن العقوبة بقرار منه، هذه سلطاته. دبر راسه. ايوا سيدي، القانون الناس امامه سواسية، فكما انت تحاكم الناس ينبغي ان تحاكم. وحنا راه ما كنتخلعوش بالتجرجير في المحاكم، اللهم لك الحمد. اذا كان الانسان يمشي على كلمة الحق وعلى الدعوة والتبليغ والمنافحة عن الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، ماشي مشكل، والله ما مشكل. كيما قلت الملك علاش ما كيتدخلش؟ الملك واش ما حاضرش؟ حاضر، قال لهم عندكم الصوت ديالكم كتملكوه، كيقرروا المصير ديالكم، ما تبقاوش تعطيوه لمن ولا، وفي الاخر ملي يطلع الحكم والمسائل تبقاو تشكيو. الاختراق وصل الى درجه ان اصبحت هناك بنيه موازيه تعلو على هيكل الدوله، ها اللي كنت كنتكلم عليه، تأمر ويؤتمر بامرها، وتعتبر هذه الظاهره من أسوأ ما عرفه المغرب الحديث من تجارب. راه سبق له مس بالمراه المغربيه منين قال المغربي غادي يتبعوا 20، وبالتالي ضرب في شرف وعرض المراه المغربيه والامهات المغربيات. بناء الديمقراطيه يمكن دايز من هادشي، شد ليا نجر ليك هذا بلاتي كيفاش علاش. دابا اللي كنلوم انايا هو الشعب المغربي اللي غير كيتفرج. كنتكلم على الاحزاب السياسيه، كنتكلم على النقابات، كنتكلم على الجمعيات المجتمع المدني اللي اصبحوا عاقرين في الاداء ديالهم، شادهم العقر، ما كاينش ما كيديروا حتى حاجه، ساقلين، ما كاينش، وكلشي خايف وكلشي متشائم. سير ما عرفتش غنديروا ما بلاد ما والو، هذا راه ماشي بحال هكا غادي يمكن نزيدوا بهذه البلاد لقدام. ما ندخليش، دخلنا في اجهاض، واش نعرفها واش مريضه ولا ما مريضه، منها ومن الطبيب ديالها، الا دار شي حاجه بينه وبين اللي خلقوا. دابا اللي عندي مشكل كيفاش نحول، لان كلشينا متفقين، الفقهاء والعلماء كلنا متفقين، والملحدين والغير الملحدين، انا وصف انا سمعت هذا اليوم كلهم اتفقوا على ان الأدين حقيقه علميه لا ياتيها الباطل ولا من خلفها. ايوا مزيان، اجي نديروا الناس بلادين فين ما تسجل دري انت الأدين قلبوا على باه، يبقى المغربي غادي يتابع 20 دري. انا ماني انت من دعاة الفتنه، وانا اطالب من على فوق هذا المنبر، أطالب من المسؤولين أن يحاكموا هذا الرجل على هذا الكلام، لأنه يريد أن يحدث الفتنة في البلاد. أحد المعتوهين يقول وهو يريد أن يغير أحكام الأسرة على أن المرأة إذا طلقت وكان راتبها أعلى من راتب زوجها فالنفقة على المرأة لا على الرجل، مخالفة صريحة لكتاب الله. مع الأسف أن يكون وزيرا للعدل هذا الرجل المسمى وهبي، يعني حاشا أن يكون وزير العدل يعني في المملكة المغربية الشريفة، ولكن صدق من قال من جهل شيئا عاده، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذه ماشي أول العجائب عندك، مجموعة من العجائب. كتتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم، وليس من حقك أن تتكلم في شرع الله، هذه مهمة العلماء. احنا هادو غيخلعونا ما غيخلعوناش، وهاد الشريعه هذه الحمد لله اللي كرمنا الله بها، احنا كنخليو هاد السفهاء كيتلاعبوا بها، والله ما يتلاعبوا بها ما دامت ارواحنا في اجسادنا حتى نلقى الله عز وجل. تنطلبوا الله غير الاخلاص، اللي كنطلبوا غير الاخلاص. هذه الامه فيها الخير، وماشي شرط اللي غيدافع على الدين يكون عالم، والله ليس شرطا، ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ونسوب الله عز وجل. ومن حق جميع المغاربه، ياك هو خرج كيقول للناس، خرج واحد الخرجه في البرلمان تيقول للناس اللي هضر عليكم سيروا للبرلمان، وحنا كنهضروا عليه. عبد اللطيف هو انا كنهضر عليك، ومن حقي نسالك ومن حقي نراقبك، وغادي نبقى نسالك وغادي نبقى نراقبك ما دمت مسؤول عمومي وقدمتي راسك للمسؤوليه، لاننا بيننا وبينك الدستور. ولا ما عجبكش الحال، لاننا حنا ما كنهضروش عليك في المكتب ديالك ما سبقش شي حد هضر عليك، لان عندك الحريه تسير المكتب، حتى ما تيهضر عليك على الاسره ديالك، وحتى ما تيهضرك على حياتك الخاصه، ولكن كنهضروا حنا على الفاعل العمومي اللي هو وزير العدل، ومن حقنا نسولوك ومن حقنا نتبعوك، وخاصك تجاوب على الاسئله المطروحه من طرف حميد المهداوي. الا ما بغيتيش تحاسب غادي تمشي تبدل البند الدستوري، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، خاصك دير تعديل دستوري. ولكن كما قال عمر رضي الله عنه: ما أخفى عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يدعون إلى تفسخ الأخلاق، ويدافعون عن العري والتبرج، ويدافعون عن القمار ودور الدعارة والفساد. هذا الرجل وشيعته من العلمانيين هم اللي كيطالبوا الحكومة باش تعطي الترخيصات لدور الدعارة. ولذلك مثل هذه التصريحات يجب أن يسأل عنها صاحبها، وأن يوقف عند حده، وأن يحاكم عليها.
هم يستنجدون بالخارج، يستنجدون بالقوى الخارجية، يستقوون بالخارج، لذلك يتكلمون بمثل هذا الكلام. ولذلك لا بد من التحذير من أمثال هؤلاء الناس، ولا بد أن يطالب المسلمون الغيورون على هذا الدين بمحاكمة هؤلاء الأشخاص، لأنهم يسعون إلى الفتنة. جاء الله عز وجل بصيانة الأعراض، وجاء العلمانيون يدعون إلى زواج الإناث وزواج الذكور. جاء الله بالزواج، والعلمانيون يقولون الحرية الجنسية. جاء الله بالقصاص بالحدود والقصاص، والعلمانيون قالوا إن الإعدامات همجية. جاء الله عز وجل بصيانة الأعراض، وجاء العلمانيون يدعون إلى زواج الإناث وزواج الذكور. جاء الله عز وجل في كتابه بتحريم الخمور، والعلمانيون يقولون ينبغي الترخيص للخمور، إلى غير ذلك مما جاء به الله سبحانه وتعالى من الحق. ويكرهه العلمانيون، يكرهون الحق، وسيرون مغبة كرههم للحق الذي أراده الله، الحق الذي أحبه الله، فإن الله لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحتهم، أمرا كان أو نهيا. ولكن هؤلاء الناس كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما نزل الله عز وجل من البينات والهدى. ولا ما بغيتيش تحاسب وبغيتي تضيق على الصحابه، غادي تمشي تبدل المقتضيات الدستوريه اللي كتضمن حريه الصحافه في الدستور. ما دامت المقتضيات القانونيه تعطي حريه الصحافه وتلزم برك المسؤوليه بالمحاسبه، غادي تحاسب. وهذيك الاسئله اللي مطروحه عليك ستظل عالقه في الرقبه. عبد اللطيف وهبي هادشي خاصو يعرفوا، لانه الى حدود الساعه ما قدمش اجابات، خاصو يقدم اجابات. انا اتحداه من خلال المنابر ديالكم، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قدم اجابات على الاسئله اللي مازال مطروحه عليك. انت قدمتي شي كيف مواجهه حميد المهداوي، ومشيتي في واحد التوجه، ولكن الاجابات ما زالت عالقه. هناك اسئله، موضوع الشكايه اللي هو قدم، خاصو يقدم عليها اجابات، خاصو يقدم بيان للراي العام ويعقد ندوه صحفيه. هذا السيد هذا لماذا ما عندوش الثقافه الديمقراطيه؟ انا اتساءل عبد اللطيف وهبي علاش ما عندوش الثقافه الديمقراطيه. سولك صحفي، غادي تعيط للصحفي، غتعطيه حق، غتعطيه في اطار حق الرد، غتعطيه بيان، غتعطيه جواب، غتعقد ندوه صحفيه، غادي تعطيه اجابات. ماشي حنا غنعلموه الديمقراطيه ونعلموه السلوك السياسي، ولا غنعلموه كيفاش يكون وزير. راه سبق له مس بالمراه المغربيه، منين قال المغربي غادي يتبعوا له 20، وبالتالي ضرب في شرف وعرض المراه المغربيه والامهات المغربيات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الجنه تحت اقدام الامهات. ايضا تطاول على الرسول الكريم من خلال الخرجه ديالو اللي تاع المال العادي والبادي. اخر ما كاين، لان هذا السيد هذا راه داكشي ديالو لا ينتهي، شغلوا هذاك. واش عباد الله كيشيو عن جلاله الملك بشغلوا هذاك؟ واش هو جارو؟ واش تيتكلم على جارو، ولا كيهضر على صاحبه، ولا كيهضر على شي واحد عنده معاه علاقه خاصه؟ هذاك جلاله الملك ملزم بالتوقير، لان بمقتضى الوثيقه الدستوريه واجب الوقار والاحترام للسده العاليه بالله. هذا دابا عبد اللطيف وهبي اش خلى المواطن اللي تعاني الهشاشه، اللي عنده مشاكل، اللي هو متضيق عليه الخناق، شنو خلانو ما يقول؟ والحال انه يسمع عبد اللطيف وهبي بداك اللغه الفجه تيتكلم على جلاله الملك، المؤسسه الملكيه، حبيب الشعب اللي هو معينه في اطار حكومه العزيز اخنوش. ولكن هنا انا تنتسائل عزيز اخنوش اللي هو كان تيتكلم على انه خاص المغاربه يترباو. ايوا عزيز اخنوش، انا ها عندك واحد الوزير تيهضر على جلاله الملك بداك المستوى الغير مقبول. الا كان عزيز اخنوش قابل داك المستوى ديال باش واحد وزير عنده في حكومته يتكلم على جلاله الملك، شغلوا هذاك، احنا ما قابلينوش. هذه الكلمه خرجت من هذا السيد، هذا المخلوق، ليعرفه الناس كلهم، ليعرفهم الناس جميعا بأن هؤلاء الناس إنما يترقبون أن يسيطروا على مواقع القرار ليعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين في هذا البلد. أما هذا الكذب، الإسلاميين والإسلام، هذا التفريق كله كذب، لأن من ينتمي إليهم هذا المخلوق، الناس اللي كينتمي لهم هذا المخلوق والذين يتكلموا بلسانهم وبعقيدتهم وبمفاهيمهم، هم الذين يقولون بأن الحرية الجنسية خصها تكون في البلاد. وإحنا بينا لكم الحرية الجنسية أنهم يقصدون بها ما بقاش ديك القضية ديال العلاقات الزواجية التي تربط الرجل بالمرأة، بل أن المرأة عندها الحق أن تمارس حياتها الجنسية مع من شاءت ولو كانت متزوجة، والرجل كذلك له الحق أن يمارس حياته الجنسية بكل حرية مع من شاء. بمعنى أن المرأة من تكون خارجة عند والدها
وتجي للدار وتدق تحل عليها امراه اخرى وتقول لها السلام عليكم السلام وتخرج هذيك وتدخل الاخرى. الراجل يدخل اللي يبغى ويخرج اللي يبغى. وكذلك المراه عندها الحريه ان الراجل يخرج ويتلاقى معاه، يدق يتلاقى معاه واحد فلان يحل الباب السلام عليكم السلام، راجل خارج وراجل داخل. هذا ما يريده العلمانيون الذين ينتمي اليهم هذا المخلوق. هل هذه حرب مع الاسلاميين ام حرب على الاسلام؟ هم الذين وهذا الرجل واتباعه ومن على طينته وشيعته هم الذين يطالبون الحكومة بالترخيص للخمور. هذه الخمور التي دمرت بيوتا وشتتت أسرا وضيعت أطفالا وقتلت أنفس. هذا الرجل وأمثاله يطالبون بالترخيص لها. هذا الرجل ومن على شاكلته هم الذين يدعون إلى الزواج الشاذ، زواج الإناث بالإناث والذكور بالذكور. هذا الرجل وأمثاله هم الذين يدعون إلى المساواة بين الذكور والإناث في الإرث وتغيير أحكام الله عز وجل. يدعون إلى الزنا ويدعون إلى تنحية بعض أحكام الله الباقية في هذه الأمة، ويدعون إلى تفسخ الأخلاق، ويدافعون عن العري والتبرج، ويدافعون عن القمار ودور الدعارة والفساد. هذا الرجل وشيعته من العلمانيين. قلبت مزيان بغيت نشوف اشنو طالع في الطوندونس ما لقيتش، ولكن بان ليا عبد اللطيف وهمي هو اللي حاضر. السيد كل ما تقاشر ما نعرفوهش، من الناس اللي انا شخصيا من المعجبين به. هاد الايام الشهبر ما عرفتوش فين مشى، قلبت وشمشمت شميت كاع البلايص اللي ممكن يكون فيهم، شميت صبابط، شميت بزاف البلايص، ولكن مؤخرا لقيته. باش عرفتوه هو المسمى والمدعو عبد اللطيف وهبي بصفته، وعنده بزاف، ولكن المهم انه الرجل المتعدد المواهب والوظائف، وزير العدل، رئيس الجماعه، الامين العام لحزب الطام، السيد راه محامي. ياك انت محامي ياك سي وهبي؟ نسولو بن كيران، سولوا لي انت اللي صاحبه واش وليت محامي؟ واش انت محامي؟ انا معلم. ويلي انا انت معلم، ما يمكنش تكون معلم، وما المعلمين ما عجبوكش، كاد المعلم ان يكون رسولا. دابا طولتي بزاف من الوظائف السي وهبي، دابا شنو كدير؟ كنا كنتسناوه من وزير العدل يعرف المشاكل ديال المحاكم وديال القضاء والعدل والمظلومين، ساعه مسكين يلاه كيعرف اللون ديال التقاشر ديال المغاربه. حيت نقول لك عرفت التقاشر ديالك، راه كنقولها بعضياتنا، نقول لك عارفاش في كرشك، عارفاش في راسك، واش راه كنعرف المصال ديال شي واحد فيهم المترو، كنقول لك عارفاش في كرشك. رايي تنعطيه لك، ندخل مع التجمع، ولكن بشرط ان اذا كان التجمع هو الاول انا ما نكونش في الحكومه. اي حزب كيف ما كان، اي حزب ما نكونش فيه. يعني ماشي نقلب على الامين العام لحزب الاصاله والمعاصره بعظمته اللي يترأسه رئيس الحكومه. صافي داكشي كله اللي قلتي شربتيه مع غيمه الماء وتهضر لك السي وهبي. نحن مرتاحون في هذه الحكومه، مطالبنا حقوقك كحزب. ما يمكنش. اشهد وحتى ملي وليتي وزير وفرحتي بزاف بحال شي دري صغير. نصفق وزير العدل كيدوي معكم كيقول لكم شكون اللي صفق؟ النواب ديال التجمهرات الاحرار العدد من تاع نصفق. تذكر كنوض الضحك، لا غير كنحكي لك على واقعه عرفتي نوض الضحك. شكون اللي صفق؟ نصفق. تذكر كنوض الضحك. نهار قالوا لي ما تصدق انا قال الشريط كان عندي المقص ديال الطفل ساعات وحشت المقص بغيت نتشن ما بغاش نقطع الوزير هذا المقص من المعارضه، ولكن غنقطع هذا المقص. جيبوا لي المقص لم استوعب بعد انني وزير. حنا راه ما استوعبناش انك وليتي وزير لحد الساعه، ما مصدقينش. واش دابا حنا باقيين غنثيقوا في السياسه والسياسيين؟ فين هو التغيير اللي وعدتينا به؟ التغيير اللي وقع انك غيرتي لنا خواطرنا، كيفاش غادي يغير اللي تغير؟ واش هذه هي السياسه ولا حنا كنا غالطين؟ انا ما بقيت فاهم والو، كيفاش زعما كنتي كضحك علينا وطالقه؟ كنتي باغي تكتب الحقيقه، ساعه قلبتي على الحقيقه اولا واخيرا. علاش رجعتي في كلام؟ مع الاسف ان يكون وزيرا للعدل لهذا الرجل المسمى وهبي. يعني حاشا أن يكون وزير العدل يعني في المملكة المغربية الشريفة، يعني بمثل هذا، أن يكون وزيرا بمثل هذا الرجل صراحة، لأنه أصبح يتدخل في شرع الله تبارك وتعالى، وهذه مهمة العلماء ومهمة الفقهاء ومهمة أهل الاختصاص، فهو اختصاصه في الجانب القانوني. ما عندك علاقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك علاقة يعني بالفقه الإسلامي، هذا الشيء ما درستيش وليس لك، ليس من حقك أن تتكلم فيه.
ومن جهل شيئا عاده. كلمة الأيام يتكلم فيها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. واللفظ اللي هو موجود في كتب الحديث: ألا لا يخلون، هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. الحديث صحيح عند الإمام أحمد في المسند في الموسوعة العظيمة، وعند الإمام الترمذي وعند غيرهما، وهو موجود في منصة محمد السادس للحديث الشريف، ما خصكش تتكلم فيها سوى هذه المنصة هذه، يعني التي يترأسها هو جلالة الملك محمد السادس، وأوكل مهمة يعني هذه المنصة لعلماء الحديث في المملكة المغربية. وانت ماشي منهم وماشي من حقك انك تتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة. والحديث هذا عند الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، وهناك أحاديث في هذا المعنى كثيرة ولله الحمد. والشيطان ثالثهما، عندما نقول الشيطان ثالثهما أي ثالثهما بالوسوسة وبتهييج الشهوة وبتزيين المعصية وتسويل المعصية. والنهي هنا للتحريم: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون، يعني هذه للتحريم، تنهى، والنهي هنا للتحريم كما ذكره يعني الشراح. فكيف تجرؤ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول بأنه ادعاءات خاوية، وعطيونا لاكارت ناسيونال ديال الشيطان يعني باش كذا باش نجيبوا يحضر؟ الكلام ديالك هذا هو الادعاءات الخاوية كتكلم عليها انت. الشيطان هنا المقصود، الشيطان هنا يعني بالوسوسة، الوسوسة بينهما. كيف تقول نجيبوا لك هذا لاكارت ونحضروه وكذا وكذا؟ واش انت عندك عقل ولا ما عندكش عقل؟ فكيف كيف تقول هذا الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين هو تعظيم حديث رسول الله؟ اين هو احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن صدق من قال: من جهل شيئا عاده، ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. وهذه ماشي اول العجائب عندك، مجموعه من العجائب. كتتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم، وليس من حقك ان تتكلم في شرع الله. هذه مهمة العلماء، هم اللي يتكلموا، المتخصصين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتخصصين في الشريعة هم اللي عندهم حق يتكلموا. أما أنت خليك مع القوانين ديالك، خليك مع الأمور التي تتقنها، ولا تتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يعني عندما جهلت حديث رسول الله وجهلت علم الحديث عاديته وأصبحت عدوا له، وهذا مرض كما قال السراج البلقيني رحمه الله: الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. أنت باغي تعترض وصافي، وتعترض بماذا؟ بعقلك الكاسد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا بعشك فضرجي ماشي بلاصتك، ماشي، ما عندكش حق تتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السي وهبي لا يهديك، تتكلم فيما تتقنه، وإياك والكلام في شرع الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآيات القرآنية، لأن هذا ماشي من الاختصاص ديالك. كاين الاختصاص، رجلة الملك رحات الحمد لله، كاين المجلس العلمي الأعلى، وكاين المجالس العلمية، وكاين العلماء، وكاين الفقهاء، وكاين الحمد لله أهل الحديث، هذو هما اللي يتكلموا. أما أنت تكلم فيما تحسن، أما حديث رسول الله فماشي من حقك. السلام عليكم ورحمة الله. اعملوا ما شئتم، فالله عز وجل أرخى لك الحبل وأوسع لك في الأرض، تفسح كيف بغيتي، تطاول على الله كيفما شئت، سب الله عز وجل كيفما شئت، سب الدين ديالو كيفما شئت، سب الأحكام ديالو كيفما شئت، قل في الله مما يحلو لك ما شئت. ولكن اعلم أنك ستأتي يوم القيامة وستقول هذا الكلام: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل شيء حضر ديك الساعة. ولذلك نحن نشفق على هؤلاء العلمانيين، للأسف نشفق عليهم أنهم يخوضون حربا مع من لا يغلب، أدخلوا أنفسهم في معركة هم خاسروها يقينا في الدنيا والآخرة. نشفق عليهم لأن مصيرهم معروف: كل من عليها فان، سيموتون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بكل ما كانوا يقولون ويفعلون. نشفق عليهم لأنهم رشحوا أنفسهم للدفاع عن البشرية، هذه البشرية التي لن تنفعهم عندما تقبض أرواحهم، هذه البشرية التي لن تنفعهم عندما يدخلون ظلمات القبور، هذه البشرية التي لن تنفعهم عندما يبعثون يوم النشور، هذه البشرية التي لن تنفعهم عندما يقفون للعرض والحساب والجزاء. ما لكم كيف تحكمون؟ لماذا تنسون أنفسكم وتنسون مصيركم وتنسون ما أنتم عليه مقبلون؟ والله إن مصيركم
هو الموت. فإن كنتم موقنين بأنكم ستموتون، وأن الذي أخبر بأنه سيبعثكم وسيحاسبكم وسيجازيكم هو الذي أخبر بأنه سيميتكم وبالفعل أماتكم، وأنتم لا تستطيعون ولن تستطيعوا أن تدرأوا عن أنفسكم الموت، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فإن كذبتم الله فيما بعد الموت فصدقوه في أنه أخبركم وقال بأن كل نفس ذائقة الموت، وتحدوه وقولوا لن نموت وأبقوا على أنفسكم في حياتكم أبدا. أحد المعتوهين يقول وهو يريد أن يغير أحكام الأسرة على أن المرأة إذا طلقت وكان راتبها أعلى من راتب زوجها فالنفقة على المرأة لا على الرجل، مخالفة صريحة لكتاب الله. وبعد ذلك يزعمون أنهم أنصار المرأة وأنهم يريدون إنصاف المرأة وإخراج المرأة من عباءة الجهل وإخراج المرأة مما تعانيه في ظل هذه الشريعة الإسلامية الغراء التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، ونسأل الله أن نموت عليها وألا نكون في يوم من الأيام من الذين يخذلون هذه الشريعة. مت موت الكرام وموت الأسود وموت الأشاوس وأنت تدافع عن دينك وعن سنتك وعن المرأة المسلمة وعن أحكام الدين وعن الثوابت وعن أرض الإسلام وعن إخوانك. لا تمت موتة الجبناء وأنت تدافع عن الباطل وتنظر للباطل وتقحم نفسك في ميادين لا تحسنها، وبعد ذلك تتجاهر وتتفاخر وتنتفخ أوداجك من أنك تريد الانتصار ولو باللجوء إلى القضاء أو النيابة العامة. جاهل هذا المسكين أن هذه الأمور لا تخيفنا ما دمنا على الحق. لسنا بأكلة أموال الناس ولسنا بأكلة الثروات ولسنا ممن يتهربون من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى إلى الجهات المعنية في البلاد سواء تعلق بالحق الضريبي أو بحق العمال. لسنا من المختلسين أو من المهربين أو من الذين يبيضون الأموال. فإذا رفعت على الدعاة وعلى العلماء وعلى الغيورين والباحثين والأكاديميين دعاوى من قبل هؤلاء الأشخاص فلا يضرك ذلك. رفعت الدعوة عنك لأنك تدافع عمن أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه كافية ورب الكعبة، والله إنه لشرف ولوسام أن يختارك الله وأن يصطفيك الله للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء المعتوهين الذين يقولون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخر الخوال الخاوي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخربيق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أساطير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كاين منه والو، هذه غير جابها البخاري من عنده وجابها مسلم من عنده وجابها من كذا. وبعض الأحيان باش تعرفهم أميين بالمعنى الحقيقي للأمية اللي هو لا يحسنون فهم الدين، فهم أميون في الدين. لما كيقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به تيقول لك حديث شريف، كيجي الحديث اللي ماشي هو حديث النظافة من الإيمان تيقول لك صدق الله العظيم، وهذا راه ماشي حديث نهائيا. حديث ربما رواه بجليس البلدي ولا شي مقاطعة في المدينة القديمة ممكن، ما هو حديث النظافة من الإيمان هذا ماشي حديث إطلاقا على الإطلاق. فهذا الذي يتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث الخوال الخاوي وكيتهكم بالمعنى ديالو، ماشي وسام شرف ليك تدافع على النبي صلى الله عليه وسلم من هاد المعتوهين، من هؤلاء الذين لا يدرون ماذا يخرج من رؤوسهم. هؤلاء ليسوا أسوياء حتى يكونوا في هذا المستوى. واش اللي تشي منصب كيهدد عباد الله؟ نزلوا قرع الحجة بالحجة وغندخلوك سوق راسك، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وغنعرفوك القيمة ديالك وأنك لا تساوي قلامة ظفر أحد العلماء في علم الحديث. وغيقريك علم الحديث رواية ودراية بلا المسالك ديال العلة بالنسبة لعلم أصول الفقه وبالنسبة للقواعد الفقهية وبالنسبة للقواعد المتعلقة بعلم الرواية والدراية. هذيك ناس كبار، ناس قراو فيها. ونحن نعيش في زمن التوافه والفساق والغدر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قوم غدر يتجرؤون على الشرع ويبدلون شرع الله ويحاولون تغيير الأحكام والتنقيص من تشريعات رب الأرض والسماء، وكأنهم أعلم بالخلق من الله، وكأنهم المصلحون الذين يعلمون ما يصلح للخلق أكثر من خالقهم سبحانه وتعالى. جاءوا زعموا ليرفعوا الحيف على الأسرة والظلم على الأسرة والحيف على المرأة التي لطالما تغنوا وملأوا الدنيا نعيقا وصفيقا على أن هؤلاء هم الذين يريدون تخليص المرأة من جحيم الدين. الجحيم هو الذي تعيشون فيه أنتم في هذه الدنيا قبل الآخرة. كل من يتجرأ على الله قولا أو فعلا أو كتابة فهو يعيش في ضنك، وإن تظاهر أمام الملأ أنه جعبري وجواض وقوي وفصيح ويرفع صوته ويتجرأ ويتحدى مولاه إذا وضع رأسه على الوسادة
لا يكاد ينام إلا بالمسكنات وبوصفة من طبيب لأنه لا يستطيع النوم. كوابيس تأتيه، وهذا جزء من العذاب الدنيوي المعجل له في الدنيا قبل الآخرة. هذا دين الله، يا ويح من يتجرأ على تغييره وتبديله. نقولوها شويه باللهجه المغربيه، حنا شويه خوافين، كنخافوا من شي واحد ملي تيخرج وتيبدا يهدد، ندير لك شكايه، نقدمك للنيابه، نجرجرك في المحاكم. اودي غجرجر، ما كتجرجرش على مخدرات، ما كتجرجرش بانك خائن لبلدك لوطنك لملكك، ما كتجرجرش لانك خائن، كليتي الاموال ديال الدوله، سرقتي الدوله، نهبتي الدوله، سطيتي على الاراضي ديال الناس وديال الفقراء. الا من رحم الله عز وجل. هادو كاع اللي كتلقاهم عندهم الاغتناء الصاروخي، ملي كتقلب على التاريخ ديالو كتلقى غير السطو على المحلات والنهب والسرقات وما كيعيوش. احنا ما كيهمناش هاد التهديدات اللي كيتعرضوا لها اخواننا الصحفيين او اصحاب الاصوات الحره لما كيشوفوا هذا الظلم. نعم معليش، استمر. راه الحبس ما كيدخلولوش غير المجرمين، راه الحبس دخلوا له حتى الانبياء والعلماء. راه نبي الله يوسف دخل في السجن الحمد لله وخرج عزيزا، هو الذي طلب اجعلني على خزائن الارض. صافي سالينا. الامام احمد راه تسجن في مساله الاسماء والصفات فيما يتعلق بالقران الكريم، لانه ثبت على عقيده اهل السنه والجماعه. وسجن شيخ الاسلام ابن تيميه، وسجن العلماء. عطيني شي كتاب من كتب التاريخ، شفنا غير البدايه والنهايه، نمشيو لتاريخ يعني تاريخ الملوك والامم، نمشيو لتاريخ الاسلام ديال الامام الذهبي، نمشيو للكتاب التاريخ ديال المتاخر محمد شاكر، نكتبوا الكتاب ديال التاريخ ديال ابن الجوزي، نشوفوا هاد العلماء واش دخلوا سرقوا اموال ديال الخلافه ولا الاموال ديال الامراء ولا ديال الدوله على كلمه حق، على كلمه حق. واش دابا حنا هادو غيخلعونا؟ راه ما غيخلعوناش. وهاد الشريعه هذه الحمد لله اللي كرمنا الله بها، احنا كنخليو هاد السفهاء كيتلاعبوا بها، والله ما يتلاعبوا بها ما دامت ارواحنا في اجسادنا حتى نلقى الله عز وجل. تنطلبوا الله غير الاخلاص، اللي كنطلبوا غير الاخلاص. هذه الامه فيها الخير، وماشي شرط اللي غيدافع على الدين يكون عالم، والله ليس شرطا، ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ونتوب الله عز وجل. وهذاك شكون ولدي؟ شكون هذيك بنتي؟ وانت فين دخلك؟ شو دخلك انت فيها؟ انا قاصر، انا نجمع المال وانت تفرقه. ياك ما حسبك هذا المال ديال الدوله راك تهضر فيه؟ ديالي، هذاك ديالي، وتدخل بيني وبين ولادي ما تسلكش، ما تسلكش. ما تسول الناس راه نعاج غادي تقبضهم وتجرهم وتدي لهم المال، روح نوم في النمى ديالك في شي اخرى. ما يمكنش. لذلك احنا نقول لكم الذين يحافظون على السلم في هذا المجتمع هم الفقهاء. لأن الفقهاء ما عندهمش شي حاجه اخرى. نحن نريد السلم لهذا البلد، نريد الشريعه محتفظه. من احنا كاع في وسط الناس كلنا نقول من لا ما احنا ما عجبتناش الشريعه الاسلاميه، ما عجبتكش راك ليه؟ ولكن ما تديش البلاد كلها معك، ما تديش البلاد كلها معك لانك لا تعرف الى اين تاخذها. اول مره كنشوفوا ان عندنا وزير في حكومه جلاله الملك ينتقد وكيدخل في الصلاحيات ديال جلاله الملك، يتطاولون على جلاله الملك، وحتى وصل من غير التطاول سوقك هذاك ولا شغلو هذاك وديك الهضره الخاويه، كيفاش خاطب وكيفاش كيتكلم على ملك البلاد. كاين اظن ان القصر الملكي عنده حساباته وكيشوف. القصر الملكي عنده بزاف ديال المعلومات اللي كتجيه من الخارج، اللي كتجيه من الاجهزه الامنيه في بلادنا، وعنده التصور ديالو اللي ما نقدروش حنا نعرفوها ولا نشوفوها بالعين المجرده ديالنا حنا مواطنين. والسياسه ديال البلاد ما كيمكنش تحدد غير هكا فيق الصباح بدل دير. القصر الملكي غادي يكون عنده حساباته. كتعرفوا هادشي اللي كيطرا دابا، هاد الشكايه ديال الرضا، دخلوا لحبس الرضا، غادي نحكموا على المهداوي، غادي ندعي واحد اخرين ونعلم الله شنو غنديروا. كنقول انها ظاهره صحيه. كتعرفوا عدد من الدول، ما غاديش نقول كلهم ولكن اغلبيه الدول الديمقراطيه ما وصلوا للديمقراطيه، اغلبهم وصلوا بحروب اهليه، وصلوا بالدم، خلاصه القول وصلوا بالدم. الحمد لله حنايا ما كاينش الدم وما غاديش يكون الدم، وغادي يبقى هذا المخاض بحال شي ما غتولد واحد المولود بحال هكا كتوجع. هو هادشي اللي كيطرا لينا. رضا غادي يخلص وناس اخرين غادي يخلصوا، واحد الاقليه غتخلص على الاغلبيه، وهذه هي الضريبه ديال الديمقراطيه. المغرب غادي للديمقراطيه، رانا متفائل. ياك كاينه شكايه، ياك غدا يقدروا يقولوا لي المحكمه وترافع ودير وهذا وتبرزط ولا يبرزطوا العائله ويبرز، ولكن ما خايفش وفرحان ومتفائل، وغادي يمشي للمحكمه متفائل وكل ثقه في القضاء، ومن حقه يدعيني، وحتى شي واحد ما هو فوق القانون، حتى شي واحد ما كاين فوق القانون. غادي نمشيو وسيدي المحكمه ونترافعوا كل شيء، ولكن متفائل. وانا كنقول بان القصر الملكي عنده حساباته، وفي الدقيقه 90 غيدوي غيتكلم. هذه وحده. بناء الديمقراطيه يمكن دايز من هادشي، شد ليا نجر ليك هذا بلاتي كيفاش علاش. دابا اللي كنلوم انايا هو الشعب المغربي. الشعب المغربي اللي غير كيتفرج، كنتكلم على الاحزاب السياسيه، كنتكلم على النقابات، كنتكلم على الجمعيات المجتمع المدني اللي اصبحوا عاقرين في الاداء ديالهم، شادهم العقر. ما كاينش ما كيديروا حتى حاجه، ساقلين، ما كاينش، وكلشي خايف وكلشي متشائم.
سير ما عادش غنديروا ما بلاد ما والو، هذا راه ماشي بحال هكا. غادي يمكننا نزيدوا بهذه البلاد لقدام. اشنو طرا ولا شنو طاري؟ يمكن انا كنقول يمكن غادي نرجع الى، قبل ما نزيد غادي نرجع الى الكتاب اللي صدر حسن أوريد. حسن أوريد هو دكتور، هو الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، مؤرخ المملكه، وزيد وزيد وزيد. السيد من احد اصدقاء جلاله الملك، السيد كبر وطرعرع في القصر الملكي، السيد ملم بالقاع الخابيه، عارف شنو طاري. في الكتاب ديالو من اجل ثوره ثقافيه بالمغرب، مشيت لواحد المقتطف صغير اش كيقول فيه، وسيروا معايا وحنا نمشيو دقه دقه. عرفت بلادنا في بداية العشرية الأولى من القرن الحالي ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب المافيا. هادشي ماشي أنا اللي كنقولو، عرفتكم قال هادشي شي كاتب، أي واحد شي صحفي، أنا نديروها بين، لكن لا، حسن أوريد من قاع الخابية كي قلت لكم. ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب المافيا، يعني السيد شاف وعارف والتقارير وكل شيء. برزت من خلال أشخاص لهم سوابق في الاتجار بالمخدرات، وظفوا عناصر قريبة لهم، وسعوا إلى التغلغل في بنية الدولة من خلال شراء الذمم، ونفذوا إلى الجسم السياسي، واستطاعوا الاقتراب من مراكز القرار ولا من مركز القرار. سمحوا لي، الاختراق وصل إلى درجة أن أصبحت هناك بنية موازية تعلو على هيكل الدولة، ها اللي كنت كنتكلم عليه، تأمر ويؤتمر بأمرها، وتعتبر هذه الظاهرة من أسوأ ما عرفه المغرب الحديث من تجارب. علاش كنقول لكم البارح كنا حاصلين، ولا شحال هذه الآباء ديالنا يمكن في السبعينات والستينات كانوا كيضاربوا، ولا حتى الثمانينات، وكيناضلوا ومقاتلين مع البوليس السياسي، مع الجدارميه، مع الداخليه، مع القصر الملكي، ويتكلمون على قمع الحريات، على خروقات حقوق الانسان، ويتكلمون. هادشي كله ما بقاش، ولا عندنا خروقات حقوق الانسان الا بغينا نسميوها، وهو التضييق على حريه التعبير من طرف الطبقه السياسيه، ماشي من هاد الناس، طبقه سياسيه. ونرجع لهنايا، الاختراق وصل إلى درجة أن أصبحت هناك بنية موازية تعلو على هيكل الدولة، تأمر ويؤتمر بأمرها. يعني ناس ولاو تقواو، وهذاك الشيء علاش قلت لكم اليوم ما يخلعنيش هادشي اللي كيطرا، وهبي اخنوش وغنديروه وندخلوا الحبس ونديروه، هذا والله ما يخلعني. اللي يخلعني هو الا كانت الداخليه، هو الا كانوا البوليس، هو الا كانوا لا دي اس تي كيخطفوا الناس كيغبروهم. مثلا انا دويت بات ما تصبح لا جيت كتخطف ولا كدير في الخارج. يخلعني لو القصر الملكي يأمر بتعذيب المواطنين ولا اختطاف المواطنين ولا نديروا شي حاجه، هادشي كلشي ما بقاش بلادنا. ولو في الحال دابا تقول لشي ولد صغير مغربي مزيود في 2010 ولا تقول لي راه الاختطاف راه كيخطف المواطن ولا شي مواطن، غير كذب عليه، قول لي راه خطفوه وراه هذه سيمانه هو غابر وما كاينش، طيروه البوليس يبدا يضحك عليك، لان ما غاديش نتيقوها ماشي بصح. لكن الخطر فين عندنا؟ الخطر عندنا في الطبقه السياسيه. هاد الناس اللي كنتكلم عليهم، اللي كيتكلم عليهم حسن أوريد، اللي كيقول لك نفذوا انقلاب على الدوله ولا على هياكل الدوله الرسميه. انقلاب يعني يحاولون بسط السيطره ديالهم على بعض الامور، ولكن داكشي يبقى محدود وما غاديش يوصلوا للمبتغى ديالهم. والنهار اللي القصر الملكي سيتكلم، نعطيكم غير مثال، وهبي في البرلمان يعار بيض والاخوات كشاكشو دفالو خارج عروقو خارجين وكيغوت بقوه. ما كنتكلمش فاش كان في المعارضه، لا دابا وزير لما كيمشي كيدور على وسائل الاعلام لا الرسميه ولا الخاصه، والسيد انا وزير والعرباضه، لما مشى قدام جلاله الملك ما كاينش داك شغلو هذاك، شفتو كي جالس مسكين، ها كيترعد، راه كون قاسو شي واحد كون مات، كون جا شي واحد من اللور قال لي غير السي وهبي، يمكن كانت يمكن تشدو سكته قلبيه بالخلعه. مني ولا اليوم الجرأه ديال وهبي واخنوش، راه اللي كيقولوا وهبي بوحدو راه ما كاينش، اخنوش مني وهبي واخنوش ولاو كيتكلموا على جلاله الملك شغلو هذاك وهذا، لما كنسمعوا مسؤول في حزب سياسي اللي كيسير الحكومه ينتقد تعيينات الملكيه ما بقى ما يتقال، ولكن هادشي كامل يخافون وما كيحشموش، خوافه وكرا ما كيحشموش، التخنزير فينا حنا والمحكمه ويديك ويشرطك والوسائل الاعلام، ولكن راهم خوافه امام القصر الملكي وهذا ما كاينش. كيفاش غادي تتكلم مع واحد اللي جيتي للشعب المغربي وكتكلم؟ شوفوا معايا هذا الفيديو. ما ندخليش خلينا في الاجابه. واش نعرفها واش مريضه ولا ما مريضه؟ منها بالطبيب ديالها، الا دار شي حاجه بينه وبين اللي خلقوا. دابا اللي عندي مشكل كيفاش نحول، لان كلشي متفقين، الفقهاء والعلماء كلنا متفقين، والملحدين والغير ملحدين، انا وصفنا سمعت هذه كلهم اتفقوا على ان الأدين حقيقه علميه لا ياتيها الباطل لا من ولا من خلفها. ايوا مزيان يديروا الناس بلادين، كلمه تجي دري على الأدين قلبوا على بوه. كيقول لك الملك علاش ما كيتدخلش؟ الملك واش ما حاضرش؟ حاضر. بين الفرق ما بين العهد ديال الحسن الثاني الله يرحمه والعهد ديال المغربي ديال دابا.
الحسن الثاني الله يرحمه الشخصيه ديالو كانت طاغيه وكانت باينه وكانت مهيمنه، والتدخل ديالو كان لا يتردد سواء في المسائل اللي في الاختصاصات ديالو او المسائل التي يتم تفويضها، يعني وكان يسخر على الصغيره والكبيره وكيتدخل في الصغيره والكبيره. العهد المغربي الحالي عنده شخصيه اخرى، شنو هي انه كان وهذا التصور ديالو من بدايه الحكم ببناء مغرب حديث وطريقه سياسه حديثه الى غير ذلك، تقوم على اساس انه المؤسسات كل واحد كيدير شغله وما كيبغيش يدخل في العمل ديال المؤسسات. والفلسفه ديالو هي هذه، ملي يكون واحد المشكل راه خاص كلشي نوض يخدم، القضاء يراقب، البرلمان يشرع، الحكومه تنفذ، المؤسسات الاخرين اللي عنده شي رقابه اللي كيشوف الحكامه اللي يمكن له مراقبه الفلوس ديال الدوله، كل واحد كيدير الشغل ديالو. في المغرب بقات مسيطره ديك الطريقه القديمه ديال ان كلشي كيتسنى، وكان ديك الساعات وزير الداخليه دريس البصري كان هو اب الوزراء، وكانت الداخليه كانوا كيسميوه ام الوزارات، كانت هي اللي كتدخل في الصغيره والكبيره. هذه المرحله هذه ملي توضع عليها حد في بدايه الحكم، العقليه بقات مريقله على داك الشيء القديم، او لا بالاحرى خصوصا المسائل اللي عندها علاقه بالانتخابات اللي كيكون المصدر ديالها هو الانتخابات، داك الشيء بقات هذه العقليه. اذا هذه الدوله المؤسسات هذه الملك كان حرص على اساس ان كل واحد يدير شغله، وحنا كنشوفوا حتى الكلام مثلا ديال الوزراء اللي دازوا او رؤساء الوزراء ولا بن كيران وداك الشيء يجمعون على ان الملك ما عمره تعرض للخدمه ديال شي حد، وفي ماشي واحد كيقول له راه غادي ندير كذا 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 كيدير له كيقول له دير شغلك، وفي ماشي واحد كيقول له دير هذه عندي في الطريق ولا فلان برزني ولا شي حاجه كيقول له دير شغلك وما تخافش. وبن كيران راه بيت له قال له شوف اي واحد، يعني بن كيران كيعاود على العهد المغربي، قال له شوف دير خدمتك واي واحد تعرض لك واخا يكون من القصر اجي قولها لي. يعني الفلسفه ديالو على اساس كنخلي المؤسسات تدرب وتتعلم ان هي تخدم راسها، لكن العقليه الانتظاريه بقات مسيطره الى غايه اليوم. كتلقى كيوقع مشكل ما كيقدر حتى واحد يتصدى له، وكيتسناو دائما شي يد ملي غادي تجي العلم لله. وكاين السبب الثاني هو اللي غادي نحكيه لكم. اذا هذا السبب الاول هو الانتظاريه، وكلشي كان كيستنى واحد ما منها. مثلا دابا نعطيكم غير مثال، دابا مثلا هذا الكلام اللي كيقولوه الوزير، ومثلا الاستفزازات وشفنا كتوصل لواحد الدرجه مثلا انه في الاخر بدا كيقيس الاحترام المفروض للملك. الناس واقيلا كيتسناو الملك يهز التليفون ويعيط للقاضي ولا شي حاجه ولا هذا، لا هو غنخلي المؤسسات كل واحد كيدير الشغل ديالو، بينما حنا مثلا مسيطر علينا ديك العقليه الانتظاريه، ملي كتفرك شي قنبله ديال شي فساد ولا شي روينه كبيره الناس عاوتاني كيبقاو يتسناو خاص دا يعيط ودا وديروا في الاول. لا، المؤسسات هي اللي كتاخذ، من المفروض انها تاخذ مبادره وتنوض دير الشغل ديالها. وهنا غادي نشرح لكم، نعطيكم غير واحد المثال. مثلا ديك السنه اللي كان وقع فيها داكشي الحراك الاجتماعي وداكشي ديال الريف، الريف الا كتذكروا بقاو الناس تما اسابيع وما كيتسناو، قال لك هو يدخلها. وانا كنت متاكد بانه ما غاديش يدخل، لانه النظام السياسي من واحد الناحيه قائم على اساس انه الملك حكم بين الفرقاء وبين الجهات. ما يمكنش مثلا يتدخل في جهه مثلا جات في واحد البلاصه وجهه اخرى تعاود تقول وديو حنايا عاوتاني الله يودي. هذه من الدرجه الاولى. الحاجه الثانيه كان كذلك كان كيضغط على المؤسسات ان كل واحد يدير شغله، الحكومه دير شغلها، البرلمان يدير شغله، القضاء يدير شغله، اصحاب الرقابه الماليه يديروا شغلهم، اللي مكلفين بالتعمير ينوضوا يجبدوا ديك المشاريع ويشوفوا اشنو كاين، اللي مكلف بالصناديق الماليه عاوتاني ينوض يقلب هذا ويشوفوا داك الخلل منين. وبالفعل كنضغط عليهم حتى كندارت واحد اللجنه ربما ديال التفتيش، ومن بعد عطاتو تقرير، ومن بعد عطاتو الاقتراحات الى غير ذلك، وكان واحد المجموعه ديال المسؤولين كانوا تعاقبوا. على كل حال حنا للاسف راه موراها واحد المجموعه كانت سونكسيونات تعاقبت تما، ولاو عاوتاني ندوزوها واحد شويه ومناصب وكذا كذا ولاو طلعوا. يعني هنا غادي نتكلم لكم انا على السبب الثاني. العهد الجديد المؤسسات ديال الدوله وقع فيها واحد التغلغل، اختراق. قالوا هذاك الاختراق هو شبكه اخترقت المؤسسات ديال الدوله ثم بدات كتحرك لاهداف اخرى. اذا هذه المؤسسه اللي يعني العهد المغربي الدور ديالو كان انه رجع للور باش يخلي المؤسسات توقف على رجليها وكل واحد يدير شغله، وتحيد ديك العقليه الانتظاريه وديك الاوهام وديال الى غير ذلك، واوتوماتيكمون يعني المؤسسات تنوض تخدم. لكن وقع الاختراق ديال هذه المؤسسات، من موراها بدينا كنشوفوا حالات شلل في بعض، وكنشوفوا اعطاب والرويده كتوقف عليها، هي اللي عطات بعض المظاهر السلبيه. مثلا انك توقع شي حاجه وحد ما كيتدخل وهي باينه مفروشه بان ما فيها ما تلبق، ما فيها ما تزوق، ما فيها ما تسر. هذا هو اللي كيفسر الاعطاب اللي وقعوا في واحد المجموعه ديال المؤسسات. وحتى العهد المغربي الا كتذكروا يعني بين قوسين انه ديك الساعات في قمه الحراك وهو العطله ديالو يعني الشخصيه وداك الشيء، كان مشى كيديرها تما بالحسيمه وحظيه بكل توقير واحترام. واحد ما هضر معاه، واحد ما تدخل فيه، وهو ما تدخل عاوتاني حتى فشي حاجه، وبقى داك الاحترام الواجب للملكيه. وهذا الامر كان فند بعض الاشاعات اللي كتحاول تقول المهم شي حاجه بحال هكا. اذا هو الفلسفه ديالو قائمه على اساس تشغيل المؤسسات وتنشيط المؤسسات، يعني المعالجه ديال داك الخمول ديال الكثير من المؤسسات، كل واحد خصو يدير شغله، وديك العقليه الانتظاريه ان خصها تدوز. اذا اشنو وقع؟ كي قلت انا وقع الاختراق ديال واحد المجموعه ديال المؤسسات، ولينا كنشوفوا واحد المظاهر ماشي هي هذيك. الحاجه اللي كتاكد بانه راه ما كيبغيش يدخل هو انه في واحد المجموعه ديال الخطابات اللي توجهت
توجه لاعطاب الاداره، الفساد الاداري، الفساد. كنتكلم على القضاء، كنتكلم بالنسبه للبرلمان على العناصر المرتزقه، العناصر الفاسده، كنتكلم في مجال السياسه على العناصر اللي كتكون عاوتاني وصوليه انتهازيه، وكاع الاوصاف ديالهم، وقال لهم اللي كتكون شي حاجه زوينه وفي الخشبه كلشي كيطلع يتصور، ملي كتكون شي حاجه ماشي هي هذيك كلشي كيتخزن وكيبقى يقول لك الدوله. يعني عطى تشخيصات كثيره في عده خطب، وكاع فسالها غير قبل من الحكومه ديال 21، قبل من الحكومه ديال 21 ولا عاوتاني في خطاب حمل المسؤوليه الناخبين، قال لهم عندكم الصوت ديالكم كتملكوه، كيقرروا المصير ديالكم، ما تبقاوش تعطيوه لمن ولا، وفي الاخر من يطلع الحكم والمسائل تبقاو تشكيو يا جلاله الملك هو خلاص اللجوء الملك وداكشي. هذيك علاقه ما بينه هو والرعيه، هذيك علاقه انسانيه دائمه لا يتدخل فيها احد، ولكن هو كنتدخل وكان قال لهم ردوا بالكم انكم الاصوات ديالكم عندها ثمن، حاسبوا ريوسكم لمن تعطيوها، وفي الاخر عاوتاني من ما كتكون شي حاجه مزيانه كتوليو عاوتاني توليو تحتجوا. بمعنى انه دائما في الخطابات كان يحرص على ان كل يتحمل مسؤوليته، كله يعرف الدور ديالو، اللي كيصوت واللي كينتخب، واللي كيعزل اللي يطلع للبرلمان والتزكيه راه كيعزل، واللي كيعزل اللي يدوز الحكومه كيعزل، كل واحد خاصو يدير الشغل ديالو. المؤسسات اللي في الرقابه كدير الرقابه، اللي في القضاء كيدير القضاء، كل واحد كيدير شغله. هذه الفلسفه هي اللي ما تفهمتش عن العموم، وبقى داك الخلط ما بين الملك والدور ديالو في النظام السياسي، وما بين الملك داك انه يدخل في حالات في جميع الحالات، يعني في جميع الحالات هو كان كيخلي المؤسسات. لكن قلت لكم انا اللي وقع اولا اصطدمنا بالعقليه الانتظاريه، بقى كل شيء كيستنى. بحال مثلا كنشوفوا مثلا المسؤولين بعد النموذج اللي عندنا دابا وصافي، وبين قوسين هاد الساعه اللي انا كنهضر معكم فيها اشعر باسى، اشعر باسى عميق. هادشي اللي ولينا قاعدين دابا كنسمعوه على الاقل في المجال ديال حريه التعبير، والامور تحولت المسائل النفسيه الشخصيه. يعني انتم كتعرفوا المشاكل ديال هادشي ديال المهم دوك الصحفيين وهذا الجو وكذا، والمهداوي 150 مليون الى غير ذلك، غادي يتزاد صحفي اخر. وعاوتاني هاد الاشياء سمعت بانه شكايه اخرى بالطوجني، هاد الاشياء اللي كنهضر معكم. يعني الجو هذا الشبه مدلهم هذا بدا كيزيد ما كيرجعش للور، وهذا الجو هذا كيأثر، لان كيفاش بغيتي تفتح المجال لان ولاد المغرب تفتح لهم المجال يتحملوا المسؤوليه ويعطيو افكار ويحاميوا على بلادهم، وكيفاش بهذا الجو هذا، خصوصا انه هذا التردد هذا ماشي نقولوا مع شي واحد اخر ولا هذا، مع وزير يعني محطوط في العدل. هذا الجو هذا كيأثر، يعني الصفاء وداك الشيء ما بقاش. يعني صراحه انت ملي كتسمع هذا وهذا 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 وصافي دابا تخلطت وما نعرف ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء غير بين قوسين. نكمل الكلام ديالي. اذا قلنا بانه العمل ديال المؤسسات تعرض للاختراق، وفايت لو كي قلت لكم قالها حسن اريد تعرضت للاختراق، وهذا اللي تعرضت للاختراق مسائل الناس عندهم علاقه بالعالم ديال البيزنس، تعرضوا للاختراق. هذا هو اللي اثر اولا بعد كانت على السمعه ديال واحد المجموعه المؤسسات، ثانيا مجموعه الاعطال ولينا كنشوفوها اعطاب، لان ملي كيوقعوا فلاتات في مجال التسيير او الفساد او هذه او هذه او هذه، او لا مثلا في الكلام كيف قلت لكم انا دابا قاعدين كنسمعوا داكشي ما عمرنا كنا كنتوقعوا نسمعوه، ما عمرنا كنا كنتوقعوا نسمعوه. دابا مثلا ولا جدي ولا الوالد نقول له ديروا واحد الوزير قال الملك قال له دبر راسو وقال له هذا، يقول لي يستحيل انها دازت في التلفزيون ولا شي حاجه، يقول لي ربما قال على صاحبه ولا في دارهم مستوره وصافي، لا اكاد يعني ما يصدقش بانها دخلت على رؤوس الاشهاد هذه الكلمه هذه بين قوسين. اذا قلت لكم هذه العقليه الانتظاريه ثم هذا الاختراق اللي تعرضت له المؤسسات ديال الدوله، يعني هذا الاختراق وهذه الشبكه، هذا هو المشكله اللي العلاقه اللي خص الناس يفهموها. اذا هاد الناس هذوما اللي دخلوا لهذه المؤسسات واخترقوها بداو كيسخروها لاهدافهم، حتى غادي نوصلوا في اخر درجه شنو ولا بدينا كنشوفوا لوبيات كتحامى انها باش كتضرب على راسها في الانتخابات انها باش تشد الحكومه باش تقضي مصالح اقتصاديه. يعني هكا الناس تخيلوا بحال مثلا الانتخابات الاخيره كانوا الناس كلهم كيتسناو شكون هذا اللي غادي يتوكل على الله، شكون 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 شكون. في الاخر تفاجئنا بهذه الظاهره ديال الاخنوش وباقي كنقولوها. يعني كان اعداد جيد مسبق، خدموا على الساحه الاعلاميه، خدموا على وسائل التواصل، خدموا على كذا، ثم من بعد التحالفات، ثم من بعد شدوا الحكومه، وها حنا قاعدين كنشوفوا. وزير الداخليه في المغرب هو الفتيت، ما معروفش بزاف على الشعب عامه، ما معروفش. ونورمالمون وزاره الداخليه هي اللي كانت مولاها فرعان دريس البصري على المغاربه، وكانوا الناس كيسمعوا كلمه دريس البصري وما ادراك. يعني شوفوا وزاره الداخليه الدور ديالها اللي طوراته ولات لواحد الدرجه انها محايده، ولكن دابا كيعرفوا وهبي وكيعرفوا اخنوش، وتحط مثلا الفتيت حتى وهبي حتى اخنوش، الناس غير من المنظر ديال هاد الجوج الاخرين القلب الله يستر غادي يبدا يخبط. في حين الا قلتي له هذا السيد الداخليه تلقى القلب ديالو بارد وهاني ولا يمكن له الا الاحترام. يعني المصادر اللي كانت سابقا ديال التخوف حاليا ما بقاش ديال التخوف، ولات المصادر الاخرى اللي شحال هذه كانت القيمه ديالها عاديه.
يعني اش بغيت نقول لكم انايا، هذا التغول اللي كاين دابا والتحدي القانون والتحدي كذا، ويقول الملك دبر راسك ويقول هذه راها نتيجه ديال هذا العمل المؤسسات اللي تعرض كيف قال حسن أريد منذ سنوات الاختراق. والا غنشوفوا المؤسسات كلشي خدام. النهار اللي شي واحد يقول كلمه زايده ولا ناقصه خاصو يتلقى امام القضاء، ما يحنش فيه ولا نهار، واخا يكون هو اللي رافد السما كاع. كنا نشوفوا كلشي، ولكن دابا باقي كنشوفوا العقليه الانتظاريه، يزعم زعما شي واحد ولا هكا يقول له وهبي طبقا للقانون، وهذا ما يزعمش. وكلشي كيستنى كيقول لك ما يدخلش الملك، ما كيدخلش الملك لانه كان فكر في المغرب ديال المؤسسات، والمؤسسات قويه. دابا كنشوفوا واحد المجموعه ديال المؤسسات ولكن كاين اعطاب عليها، كنصنعوا ظواهر سلبيه وما كاينش اللي كيهضر معاهم، ظواهر ماشي هي هذيك وما كاينش اللي كيهضر معاهم، كنشوفوها علانيه. حنا ملي كنا ملي خصوصا انا ملي كنتكلم مثلا خصوصا ملي كنجبدوا مثلا هذا الوزير المستفز، الغرض ماشي هو مثلا تحسدوا او لا هادي او لا، الوزراء كلهم في العالم كيغلطوا، ولكن الحاجه اللي ما كنبغيوهاش هو انك كتبدا تقيس الهيبه ديال الدوله والاحترام الواجب لها. انسان خاصو القضاء راه عارف مصر اللي ما شفتو الروينه، المهم كيسميوه شامخ، اذا ما حقش شي واحد يمس به، خصوصا الا كان وزير على القضاء. وحنا كنشوفوا الدول كلها عندها ثوابت وعندهم رموز، نشوفوا اي دوله تقيس ديك الرموز تبات ما تصبح. وسائل حقوق الانسان العالميه ودير اللي بغيتي، الكلام اللي كنسمعوه مثلا دابا حاليا ما تسمعوه لا في كوريا الشماليه ولا الجنوبيه. الصين بلد شيوعي، الحاد في الصين كلهم شيوعيين، ماركسيه ولينينيه وروينه كامله. يقدر فيها شي مناضل يقول لك اودي بان ديك تايوان حق تقرير المصير، او يقول لك نديروا ليها شي حلول مرضيه لجميع الاطراف. يقدر شي واحد في الصين يقول لهم حلول مرضيه لجميع الاطراف، حنا ودوك يقدر شي رفيق مثلا تما. ولكن هنايا انتم قاعدين عطيت انا هذا غير مثال. او مثلا في بلد اخر مثلا واخا يكون قلت لكم سكران، واخا يكون دروغر، واخا يكون ضارب اللي بغى يضرب، ما يقدرش يمس الملك ولا الملكيه ولا الملكه، حيت كاين الملكيات باقي في اوروبا، كاينه في هولندا، كاينه في الدنمارك، وكاينه في انجلترا عفوا ديك الدول الاسكندنافيه. واخا قلل الاداب هو سكران كنقول لكم مباشره كيدوز تما تا كيفيق، ملي كيفيق كيسولوه اللي كاين كلشي مسجل، دوز ديك الجهه، ماشي دوز ديك الجهه ديك العقوبات المخففه، كيدوز بعدا فيها الاعتقال. حنا قاعدين كنشوفوا السبب شنو هو؟ كيقول لنا المؤسسات كامله خصها تقوم بالدور ديالها، ماشي حتى كتفرقع شي حاجه عاد كنعلنوا النافير وكتبدا نوض خدم بحال مثلا الكوردي كونت اللي عندنا حنا هنا في المغرب، كاين ما يشابهه بجميع الدول. الخدمه ديالو دائما ما كيكونوش مثلا حملاء، لا، الخدمه ديالو دائما كلشي خدام. البرلمان كيدير شغله، المؤسسات كدير شغلها، المجالس الجهويه كدير المجالس الجهويه دابا اش كدير ما يعني كلشي قاعد. هذا واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي الدوله كتخسر عليها ميزانيه، كيتخلصوا الناس وما كاين حتى شي دور. غير في هذا الشيء دابا اللي قاعدين كنشوفوا عفوا الصحافه دابا غير حاليا، الصحافه حاليا كنقولوا مثلا الصحفيين هذا اش كيبين الصحافه في المغرب كامل شكون اللي مسيطر عليها؟ الفكر اليساري. الصحافه في المغرب كامل الفكر اليساري هي اللي معروفه، والمجلس الوطني للصحافه مولاها ولا اللي فيها سميتو يساري. حقوق الانسان ديك السيده يساريه يعني، ونايضه هضروا لها. حنا قاعدين كنشوف بما انه الخلل راه ماشي دائما بنادم يقول لك ما نعرف هذا الاخر ما الاخر راه كاين مسؤوليات مشتركه، راه كلشي كيتحمل فيها المسؤوليه، ماشي غير هذا ولا هذا ولا هذا. انا نقول لكم المجال ديال الصحافه اللي دابا كاين هذا اولا كينتقد الدوله اولا من عزها، كلشي القاسم المشترك ديالهم كلهم الاصل في المنبع الفكر ديالهم اليسار. شنو دار للشعب؟ شنو دار؟ يعني بما انه الخلل جماعي المؤسسات كلشي خصهم يديروا الشغل. شي غير المجلس الوطني للصحافه اللي فيه هذا كيتخلص بزاف، هذا راه كان من شأنه يفك واحد المجموعه ديال المشاكل قبل وقوعها وحتى بعد وقوعها، وقبل انها تزيد سميتو كانوا يفكوا مشاكل، ولكن قاعدين والو تخلصوا مزيان وكذا. بطاقه الصحافه عطاوها لي ب 2019 من بعد حيدوها ليا، وحنا كنشوفوا المستويات ديال دابا عند البطاقه ديال الموقع اللي عطيها ليا هذا باش خدام بها دابا، فهمتي؟ والحمد لله باقي خدام معاه ودا عادي. اذا هنا المسؤوليه قبل ما نبقاو مثلا قابل هذا وصوت نفخ وهضر يافهم جيبوا كل يا هذا راه جا الوقت ان الانسان خصو يقلب على الاسباب العميقه. جميع المؤسسات تعرضت لهذا المشكل هذا ديال ان كان هذا المشكل ديال الانتظاريه، كان هذا المشكل ديال هذا الاختراق من طرف جماعه المصالح وخصوصا رجال الاعمال، اعطت نتائج هو هذا التغول وهذا الشيء اللي قاعدين كنشوفوه. هذا كنشوف انا الاخوان اللي كيقول لكم الملك علاش ما كيدخلش. اذا الحسن الثاني الله يرحمه كان كذا الى غير ذلك، كان كيتقال بانه ديكتاتوري، ما كاين حتى ملي تقلبت الامور
وتعطات الفرصه للمؤسسات كلها يدير شغله، وقع مشكل في هذه المؤسسات. هنا فين خاص التفكير ديال الاحزاب والجمعيات واللي باغي الخير للمغرب، انه هنا خصو يخمم كيفاش يدير، لانه راه فكر ديال الدوله تبدل، فكر ديال الدوله تبدل. قال لك طلق المؤسسات كلها ونوض يخدم. هذوك المؤسسات شكون اللي يشارك فيهم مع الدوله؟ كثير من المؤسسات، الاحزاب، ماشي المواطن كيطلع وهذا ويجلس هو كيولي عضو، لا، الاحزاب شريكه في ديك المؤسسات. اذا الخدمه الوقت ديال الشعار ديال المرحله هو تنشيط المؤسسات من جديد، وكل واحد يتحمل مسؤوليته انه ياخذ قرار في المسائل كامله الى غير ذلك. ولكن حنا باقي المسؤولين في واحد العدد ديال المؤسسات بنفس الوصف اللي عطاه الملك. كتكون حاجه زوينه كيتبندوا ويتصوروا ويديروا الكرافطات والمسائل وكذا ويتخلصوا، وخلاص كاين خدام ولا ما خدامش، كتجي ولا ما كتجيش. وملي كتكون شي حاجه كيضربوها بسمره ويغمزوا الدوله 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 الدوله. هذا هي النتيجه اللي وصلنا لها حنا حاليا. اذا حنا في المستقبل القريب الا بغينا شي حل خاصنا بعدا كي نعرفوا التشخيص بالضبط فين كاين. التشخيص منين جاي؟ راه جاي من انه مجموعه ديال المؤسسات سربوا لها عناصر وعندهم واحد مجموعه ديال الحيال دائما يدعون بانه هذا الشيء جاي من هذا الشيء اللي كنقولوا لك الاخوان، اللي كنقولوا لكم الاخوان والاخوات، هذا راه تجربه. راه انا كنت مفتش اقليمي في وزاره الماليه، وهذا الشيء كله عينته وكنت اصلا ضحيه ديالو. دا كيديروا واحد المجموعه المؤسسات كيديروا شبكات كيخدموا واحد المجموعه الحيال. انت اش كيجيب لك الله كتقول هذه الطريقه باش كيهضر راه واعر، وكتدبر واحد المجموعه الحوايج، هذا من هذا كذا هذا كذا الى غير ذلك. حنا بالنسبه لي انايا اللي لاحظت وهو انه المؤسسات اللي كانت معروفه بالقمع ومعروفه بالخطوره وديك الرصاص ووزير الداخليه كان كيخرج عينه والخوف، شفنا بانها ما بقاتش كتذكر نهائيا. وانتم كتعقلوا بانه بالصحافه يوميا 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 الانتقادات والاحداث، عاد راك البوليس ما نعرف شحال هذا كذا كذا كذا، عاد مع البوليس ما نعرف هذا. راكم كتذكروا السنوات كانت اكبر نسبه ديال الشكايات من واحد مجموعه القطاعات. دابا ولينا الناس كيدخلوا لديك القطاعات كيقول لك البوليس عيطوا ليه ولا الدراك ولا كيقول لك الفرقه الوطنيه والمسائل، كيخرج فرحان من التغير ديال الموارد البشريه والطريقه ديال المعامله والطريقه ديال التواصل وكذا، كلهم كيخرجوا. واللي قال لك تصنت الوزير الفلاني كيقول لك خرج تميز بالفقصه.